جمهور الزمالك هايص بألفينا وبيقول لك ان ألفينا ب1000 من زيزو وعوضنا فار بأسد ومش عارف ايه والكلام ده. هو مش من ماتش ونص متهيألي ان احنا نقدر نحكم، يعني مش ألفينا تقيل جدا، لعيب مختلف جودته مختلف عن الدوري المصري، مهاري ورجليه كويسة على المرمى وكل حاجة. بس انت يعني انت كنت طالع بزيزو السما، كنت دايما بتقول عليه ده الاسطوره، عشان جه الاهلي عمل لك خرم في دماغك. هو على العموم ان احنا ما بنحكمش من مباراه واحده او من مباراتين او ايا كان. يعني ما زيزو كان بيبقى الهداف التاريخي، كان هيبقى من ضمن الهدافين التاريخيين ليك، جاب بطولات. هما 2 دوري عمي وبسبب التحكيم كمان. حسبنا ساعتها في الدوري الواحد انت واخد فوق ال25 نقطة ومخصوم من الاهلي 14 نقطة ولا 15 نقطة بالتحكيم. فما نقفرش وما نقولش يا ده ما فيش زيه 2 وانت اللي بتعمل بالونه. يعني احنا لما احنا قلنا على زيزو بالونه ان انت كنت نافخه، انت كده بتنفخ في اللعيب بتاعك. هل اللعيب بتاعك ده هيستمر معاك؟ هيستمر معاك على مدى السنين بعيد؟ مش ممكن يسيبك ويجي الاهلي مثلا بسبب الفلوس والاستقرار زي ما لعيبه كتير، امام عاشور، بن شرقي وزيزو، ولا ايه؟ حافظ على لعيبتك، ما طلعهمش السما. لعيبه كتير عندك انت طالع بيهم السما وما عملكش حاجه. يعني معلش زيزو ما شمش كاس عالم الا مع الاهلي، ما مش هياخد افريقيا الا مع الاهلي. شوف بقى له 4 سنين معاك وكونفدراليه وما شمش افريقيا اساسا. الحاجه التانية اللي هتكلم فيها تاخير امام عاشور، وده افضل. يعني انا بالنسبه لي امام عاشور ما يرجعش نص 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 وفي قلق والكلام ده، احسن ان هو يرجع بعد التجمع الوطني. يعني انا رايي حتى ما يلعبش ماتش بيراميدز لو لسه في شك، والاطباء نصحوا ان هو ما يلعبش ماتش غزل المحله. هو مش هيكون في قائمه غزل المحله، واحتمال يكون في قائمه بيراميدز واحتمال لا. خلينا زي ما احنا، خلينا ماشيين، خطه كويسه وبامر الله خير. وهو مشكله شويه في الدفاع، لكن بامر الله بامر الله الاهلي قادر ان يكسب غزل المحله وقادر ان يكسب بيراميدز من غير امام عاشور. مهم سلامه امام عاشور. نفسي جدا خط الوسط يكمل بامام عاشور، هيبقى خط وسط جبار، ديانج وعاشور وبن رمضان. بس نستنى عليه عشان اصابه تانية ليه في المكان ده هيتبطلوا كوره، فنستنى عليه. وده اللي الاطباء عاملينه ودي حاجه كويسه. مش محتاجين ان هو يرجع في اسرع وقت، بس برضه صحته اهم. واخيرا نصيحه لجمهور الزمالك، ما تقفرش في لعيبتك عشان في الاخر بتنفخها وبتفيع في وشك.